بتجمع من والدها مليار جنيه كل سنة علشان الغلابة، وجمعت ثروتها من الزبالة ونجح إنها تغير حياة الناس. علمت أولادها درس حياة وبقت من أهم 100 سيدة في العالم. يسرية لوزة زوجة الراحل أنسي ساويرس أجدع ست في مصر. إزاي غيرت حياة الناس وعلمت أولادها إيه، وإزاي الزبالة مصدر ثروتها؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معايا في الفيديو ده. لما نتكلم عن الست المصرية الأصيلة اللي بجد لازم نقف احتراما لنموذج ملهوش زي. ست صعيدية من قلب مصر قدرت بذكائها وقلبها الكبير إنها تخلي العالم كله يحلف باسمها. يسرية لوزة، الست اللي أثبتت إن الغنى الحقيقي مش في كتر الفلوس ولكن في كم السيرة الطيبة والأبواب اللي اتفتحت للغلابة. يسرية من وهي صغيرة كانت شايفة الدنيا بمنظور مختلف. النجاح عندها ما كانش شهرة ولا مظاهر، كان ببساطة إنها تخلق فرصة لإنسان محتاج وتغير حياته للأحسن، وعلشان كده وهبت عمرها كله لخدمة الناس الغلابة. الحكاية بدأت لما اتجوزت رجل الأعمال الراحل أنسي ساويرس، عملاق المقاولات ومؤسس أوراسكوم، وخلفت 3 من أكبر رجال الأعمال في المنطقة، نجيب وسميح وناصف. بس يسرية ما كانتش مجرد أم عادية، دي كانت مدرسة في العطاء. كانت بتاخد ولادها وهم صغيرين وتروح بيهم للأحياء الفقيرة وحي الزبالين علشان يشوفوا بعينهم حياة الناس الصعبة ويتعلموا إن النعمة اللي هم فيها وراها مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع، وإن الحل لازم يبدأ من عندهم. ومن هنا الرحلة الحقيقية بدأت سنة 1979، فضلت تكبر لحد ما أسست مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية سنة 2001. ومن يومها وهي شايلة الشيلة وبتشتغل في كل الجبهات، تعليم وصحة وتمكين اقتصادي وكمان في الفنون، وحتى وقت الأزمات بتلاقيها أول واحدة حاضرة. يسرية لوزة سيدة أعمال من الطراز الأول، والناس بتقول عليها أغنى ست في مصر. ولكن المفاجأة إن ثروتها دي جاية من الزبالة زي ما بيتقال، لأنها بذكائها حولت جمع ومعالجة المخلفات لصناعة ضخمة ومربحة جدا، وبقت بتصدرها لدول زي الصين، وقدرت تثبت إن مفيش حاجة اسمها مستحيل. والمؤسسة بتاعتها استثمرت مبالغ ضخمة عدت ال 65 مليون دولار، ونفذت مشاريع استفاد منها أكتر من مليون شخص، لأنها مؤمنة إن الاستثمار في البشر هو اللي بيفضل أثره طول العمر. وما اكتفتش بكده، دي كمان عملت منحة سنوية في جامعة مينيسوتا في أمريكا علشان تطلع كوادر مصرية تتعلم إزاي تواجه الفقر والزيادة السكانية وتفيد البلد بخبرات عالمية. العطاء عند يسرية أسلوب حياة اتنقل لولادها بالوراثة، لدرجة إن نجيب ساويرس حكى إن والدته بتجمع منه ومن إخواته مليار جنيه كل سنة، وده علشان الأعمال الخيرية. وده رقم يبين لك حجم الإخلاص في اللي بتعمله. وبسبب كل المجهود الأسطوري ده، مجلة تايم العالمية اختارتها سنة 2025 ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة في العالم، وبقت في صف واحد مع أسماء تقيلة زي أوبرا وينفري وورن بافيت والأمير ويليام. والحقيقة إن يسرية اشتغلت على مشاريع كبيرة لتحسين حياة الناس في كل المجالات، من برامج التعليم لمحو الأمية للتمكين الاقتصادي لكمان خلق فرص عمل. وفعلا قدرت إنها تغير حياة ناس كتير. ودلوقتي قول لنا رأيك في مشروعات يسرية لوزة.